هل تخيل أحد أن تحسم قمة أندية العالم من شوط واحد فقط؟ وهل تخيل أحد أن يسحق بطل أوروبا بثلاثية قبل نهاية الشوط الأول؟ لكن تشيلسي فعلها، بل التهم باريس بكل شراسة. تشيلسي وتمريرة حلوة في ليلة نيويوركية خرافية، تشيلسي يقسو على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف في أول 42 دقيقة. باريس لا وجود له. أين ديمبلي؟ أين حكيمي؟ أين هي صلابة الفريق الذي لم يتلقى أي هدف طوال البطولة؟ كلها أسئلة بلا إجابة، لأن الأسد الأزرق لم يترك لهم فرصة للتنفس. بالمر أطل من شرفته، رسم الهدف الأول ووقع على الهدف الثاني بذات الطريقة، كأنه يرسم بفرشاة فنان. ثم جاء جواو بيدرو وأكمل التحفة. إنزو ماريسكا تفوق تكتيكيا على لويس إنريكي، لقنه درسا لن ينساه، وأثبت أن تشيلسي لا يرحم حين يخوض النهائي. الفريق الإنجليزي غير قواعد اللعبة، وأثبت أن البطولات الكبرى لا تحسم بالأسماء فقط بل بالشخصية. تشيلسي هو أول من صعد إلى قمة العالم في نسختها الجديدة، ليس لأن البطولة سهلة، بل لأنه جعلها تبدو كذلك.